السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا اصور لكم الفيديو المقرب لقلوبنا كلنا، فيديو المشتريات. الحاجات دي انا اشتريتها من مجمع الشامل، اللي هو اي قطعة ب5 ريال. هفتحها معاكم. اول حاجة دي السبونج بتاعت المواعين، دي 5 ريال، حوالي 6 قطع او 9 قطع تقريبا. وده المنخل، دول قطعتين مع بعض برضو ب5 ريال، خامتهم حلوة قوي. ودي الأعواد بتاعت الشوي بتاع الشيش طاووق وكده. دي 200 عود برضو ب5 ريال. ودي البلانشة بتاعت التقطيع، دي خشب تقيلة جدا، يعني سعرها رخيص جدا بالنسبة لخامتها يعني. دي 5 ريال وحجمها كبير برضو. ودي المغرفة 5 ريال برضو. ودي الكبشة. ومصفى، دي مصفى للخضار وللرز وكده، حلوة قوي، خامتها نضيفة، بلاستيك حلو يعني تقيل. قطعتين تقريبا هي من جوه. ثانية افتحها معاكم. ده الغطا بتاعها. 3 قطع يعني بالغطا. وده طقم الفرشة والمعلقة السيليكون، ده ب5 ريال برضو. ودي مراية تحفة قوي، شكلها شيك جدا، عاملة 5 ريال برضو. في منها ألوان وأشكال مختلفة، وفي منقوشة، بس أنا عجبني اللي هي السائلة دي. وده طقم كوبايات، خامتها حلوة قوي ونضيفة. طقم ال3 كوبايات ب5 ريال. ودي المبشرة برضو 5 ريال، يعني هي خفيفة شوية بس حلوة عملية. وده المقص برضو عامل 5 ريال. حلو، يعني خامته خفيفة شوية بس لحد ما، يعني ايه، حاجات ماشية كده حاجات بيها. ودي المبشرة برضو 5 ريال. دول طبقين مع بعض بلاستيك 5 ريال برضو. ودي الأطباق اللي هي الصيني، الاتنين الواحد 5 ريال. بس دول أحجام مختلفة، يعني في أشكال وأحجام حلوة قوي، وأشكال حلوة جدا جدا يعني. وده برضو طقم طبق يعني للشوربة وكده، غويط صيني برضو واحد 5 ريال. طبق الواحد سيراميك. ده التاني شكله حلو قوي، في اشكال طبعا تحفة جدا. الصينية دي بالعصاية كده، حجمها حلوة قوي، طويلة، ب5 ريال. دي اطباق للشوربة وكده، بس دي بلاستيك، يعني شكلها زي الصيني بس هو بلاستيك. الاتنين ب5 ريال. دي صينية تاني ب5 ريال، بلاستيك برضو. وطقم معالق صغيرة، معالق شاي ب5 ريال. طبعا هو اي حاجة هناك ب5 ريال، بس في قسم كده في حاجات غالية طبعا، اللي هي زي الأطقم التيفال والسيراميك والزراميك وكده والبايركس. جبت البايركس ده بس ده بصناعة برازيلي ب30 ريال. حجمه حلو، بس للأسف أنا اكتشفت بعد ما جبت ان هو مكتوب عليه ان هو ما بيتحطش للنار مباشرة او للفرن، يعني ما اعرفش هل ينفع احطه ولا لا. فلو حد جربه يعني يقول لي في الكومنتات.
بس كده هو خامته تقيلة يعني، هو اصلا صناعة برازيلية مش تركي ولا اللي هو الفرنسي ده. عجبني، قلت بقى للبشاميل والحاجات دي، بس مش عارفة بقى لسه هجربه في الفرن بقى ان شاء الله ما يتكسرش. بس كده، يا رب يعجبكم الفيديو، متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا الجرس.